الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله، المستحق بجميع أنواع العبادة، وإذا قضى أن لا نعبد إلا إياه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة موحد أرجو النجاة بها يوم لقاء الله. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا رب يا رب ارفع سخطك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وارض اللهم يا رب عن آل بيت النبي الأطهار وعن الصحابة الأبرار. وارض اللهم يا رب عن هذا الجمع واجعله مرحوما، والتفرق من بعده معصوما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، عبادة من العبادات تحمل الشعائر وتحمل الأمور الاجتماعية قد ينساها البعض وقد يتغافل عنها الناس، وهي من أهم العبادات. قد تكون حائلا بينك وبين الجنة، وقد تدخل النار بسبب انقطاعك عنها، وقد تحرم الدعاء، وقد يحل لك الدعاء. ذكر الله تعالى في أكثر من موضع في كتابه العزيز وفي جميع السنة، وحتى في الذكريات عند الإسرائيليات، ذكر الله تعالى على لسان النبي هذه العبادة المميزة، ألا وهي بر الوالدين، البر بالأم وبالأب، حتى لو ماتا والتحقا بالله أو إلى الله تعالى، فإنك أخي الحبيب في عبادة إن ذكرتهما ببعض الأمور. ثم نأتي على هذا الموضوع المهم أيها الأحبة، منزلة بر الوالدين بين العبادات، هل لها منزلة؟ فقد جاء في الصحيحين أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العبادة أفضل؟ أي الأعمال يا رسول الله أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين هو أعلى من الجهاد، وكذلك هو بمنزلة الحج. وكذلك قرن الله تعالى: ولا يقبل الله تعالى أن تشكر الله ولا تشكر الوالدين. ولو تصفحنا
منهج الأنبياء مع آبائهم. فهذا إبراهيم عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي، ونوح قال رب اغفر لي ولوالدي، وعيسى عليهم السلام جميعا قال وبرا بوالدتي، ويحيى قال وبرا بوالدي. والنبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حينما استأذن الله تعالى أن يزور أمه ذهب معه مئات الصحابة، ذهبوا إلى الأبواء وهي منطقة خارج مكة المكرمة ب67 كيلومتر. ذهب يقول الراوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر أمه فبكى وبكى حتى أبكى من حوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولو أتينا إلى عاطفة الأنبياء مع أولادهم على ما هم عليه، هذا نوح عليه السلام إن ابنه كان من أهل الكفر فنادى، والقصة قد تكون معلومة، بعد أن أخذهم الطوفان ومات من في الأرض ولم ينجو إلا أهل السفينة الذين مع نوح عليه السلام. قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى الله تعالى على مخلوقاته قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود أي السفينة بمن فيها، والجود هو جبل في الموصل. وقال الله تعالى بعدا للقوم الظالمين. هنا تأتي عاطفة الأبوة. نادى نوح عليه السلام ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فناداه الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ونأتي إلى يعقوب عليه السلام بعدما ذهب ابنه يوسف، والقصة معلومة كذلك، أخذ يبكي عليه ويبكي ويبكي، وإذا يوما من الأيام يقول يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بسبب عاطفة الأب على ابنه. وهذه أم موسى عليه السلام بعد أن ألقته في وادي النيل في نهر النيل والتقطه آل فرعون، وهي تنظر وتسمع هذا يأخذ هذا الطفل وهذا يأخذ هذا الطفل، وهذه تقول نأخذه لنا، امرأة فرعون. ربط الله تعالى على قلبها، قال الله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها، هي أن كادت أن تبدي به، أن تقول هذا ابني، وتريد أن تبكي وتريد أن تأخذه، لكن الله تعالى ربط على قلبها. وهذا أشرف الخلق علم الدنيا الصبر محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما مات ابنه الصغير إبراهيم أخذه، وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم نظر إليه ثم نزلت دموعه على وجنتيه الشريفتين ثم بكى وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ها هم الأنبياء اتجاه آبائهم واتجاه أولادهم، ولا يوجد منا أب وعنده أولاد إلا وقد يكون بمثل هذه المنزلة، يحاول أن يفدي أولاده بما يملك حتى يكونون هم أفضل الناس. ولو أتينا إلى القدامى منهم الصحابة الكرام، أبو هريرة كانت أمه تسمعه كلام، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى لأمي. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها مستبشرا، فبعد أن ذهب إليها قبل أن يصل قالت: يا بني توقف توقف. بعدما اغتسلت وتطهرت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من هو كان يقول لها: رحمك الله يا أمي، ربيتني صغيرة، وهي تقول له: رحمك الله يا بني كما بررتني وأنت كبير. وهذا شريح ابن حيوة، هذا الرجل كان من العلماء وعنده طلاب كثر، فتأتي أمه وتقول له: يا شريح قم وخذ الشعير وانثره للدجاج، عندها دجاج في البيت، وهو يترك الدرس ويأخذ الشعير ويعطي للدجاج ثم يرجع ويكمل الدرس. بالله عليكم، لو كان أي منا وجالسا مع أصدقائه لا مع طلابه أو لوحده، وتأتي أمه وتقول له هكذا، أو اعطني بكأس من ماء، أو أأتني بمسواك، غير من هاي الأمور، والله ينقم على أمه، والله يسب أمه، وهناك من يسب أمه ويسب أباه. واعلم إن هذاتين الحذر من العقوق أيها الأحبة الكرام. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتكي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الأب والابن، فيقول للولد: ما من حجر ولا مدر إلا وهو يبكي لحال أبيك، يا هذا أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ما هو الجزاء؟ أنا لو بريت بوالدي ما هو الجزاء؟ لربما سائل يسأل. أيها الأحبة الكرام، أولا إن الله تعالى قد يرضى عنك. جاء في السنة المطهرة: رضا الله من رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، وكذلك دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: سمعت صوت حارث بن النعمان في الجنة، كان أبر الناس بأمه. وكذلك يبرونك الأبناء، أي ابنك يكون بار بك. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساءكم. كذلك النجاة من كثير من المشاكل والمسائل. يروى عن بني إسرائيل أصابهم جدب وقحط ومجاعة، وامرأة وضعت تمر في فيها تريد أن تأكل التمرة، وقيل الرغيف، رغيف الخبز. فجاء فقير يسأل، فأخرجت التمرة
من فمها ودفعتها للفقير. وفي يوم من الأيام يأتي ذئب ويلتقم هذا الولد ابن هذه البنت، فأوحى الله تعالى إلى جبريل: اذهب واخرج هذا الطفل من فم الذئب وقل لها يا أمة الله لقمة بلقمة، لقمة بلقمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من البارين بآبائنا. الله وأنتم آمين.